ودلوقتي بقى تقى هتعمل لنا احلى فشار. احلى واحده تعمل فشار في البيت وتاكل فشار فلافي كده من ايديها وتحس انه فشار ما يتشبعش منه. هتقول لنا وهعرف دلوقتي السر منها هي بتعمله ازاي. هتقول لنا قولي لنا الخطوات انت بتعملي ازاي. اوكي حاضر. يلا اول حاجه بتعمليها ايه بقى؟ بسخن الحلة تمام عشان بس جواها مية. ماشي. طب ليه ما صفيتيش الميه منها قبل ما تحطيها على البوتاجاز؟ ده كده هنقف كتير قوي. فكسلت. ايوه الجو شتا بقى والدنيا ايه كسل صح. طيب خلاص قربت تشربها يعني. اهي الحمد لله بدأت الحلة تبخر المية اللي جواها عشان تقعد تعمل لنا احلى فشار. والله يا جماعة جربوا بطريقتها حلو جدا ويعجبكم. قولي لنا بقى يلا. نحط شوية زيت. تحط شوية زيت قد ايه بقى؟ كتير ولا قليل؟ يعني على حسب، ممكن معلقتين زيت. طيب ممكن تعلي صوتك شوية؟ ممكن معلقتين زيت. ممكن معلقتين زيت. بس دول ايه معلقتين؟ لا دول اكتر من معلقتين. دول على حسب انا بقى عايزة ايه. طيب تمام. ماشي. ولا على حسب كمية الفشار؟ يعني في ناس ما بتحبش الزيت كتير، في ناس بتحب الزيت قليل. اوكي انت بتحبي ايه بقى؟ كتير. كتير تمام. وانا اقول ازازة الزيت بتخلص في ايه؟ طب مش تستني لما الزيت يسخن؟ لا ما بتستناش الزيت يسخن، هي بتحطه على طول وبتحط عليه الذرة بتاعة الفشار وبعلي النار وبتعلي النار. انا والله العظيم لسه بعرف الطريقه، انا بحب اكله من ايديها جدا بس لسه انا بعرف الطريقه منها دلوقتي وهي بتعمله. هتقلبي بقى كده فيه لغايه ايه؟ بصي كده اهو. هقلب فيه لغايه ما لونه بدل ما يبقى برتقاني يبقى اصفر. تمام. بس بنعلي النار. طب قوليها لنا بالانجلش حتى. بدل ما تبقى اورنج يبقى يلو. اوكي نفضل بقى نقلب فيه. انا شايفه ان كميه الزيت يعني هو عايم كده في الزيت بيتهيألي كده شويه. طب انا عارفه ان هو هيشربه صح كده. ايوه. هتجيبي الملح. بحط حوالي بس حبه ملح كده صغننه. تمام لان لسه لما يطلع هتحط عليه النكهه بتاعته. حلو. طبعا ده بقى احلى سناك في الشتاء بالليل. بدأ يفرقع اهو بدأ ايوه يفتح اهو ولونه بدأ يغير. بتغطي الحله وبتوطي عليه ولا لا؟ لا ما بتوطيش النار، بتسيبيها عاليه. طيب خلينا كده مع بعض نشوف الفشار وهيطلع ازاي. طبعا هي قلب الغطا لان الغطا ما فيهوش ايد عشان تعرف تشيل بس الغطا. بس هنوطي النار بقى دلوقتي. في حاله بقى ايه قولي بقى كده. فرقعوا جامد نوطي النار. لما تسمع صوت الفرقعه والطرقعه اللي جوه الحله كده بتوطي النار عليه خالص عشان كله بقى ايه ما يتحرقش. عشان ما يتحرقش وعشان يكمل بقيه انه يفشر يعني. والله انا بصوا نزلت لكم الفيديو لاني من حب الفشار اللي تقعد تعمله حقيقي تحفه. هنشوف بقى ان في الحله هنلاقي فيه فشار محروق ومش ما اتعملش. طيب تمام. بصي هي عملت ايه؟ عملت حركه غبيه بس انا عديها لها. ليه يا ماما؟ مسكتي الحله بالترنج. مش هيحصل حاجه. مش هيحصل حاجه بسيطه. ايوه تمام. اهو بدأت صوت الطرقعه تخف، معنى كده ان الذره كله اللي في الحله بدأ ايه يفشر كده ويبقى فشار. هنشوف بقى في الحله هيبقى فيه ذره ما طرقعش وبقى فشار ولا لا. بسم الله اللهم بارك ما شاء الله. انا خايفه واحد طرقع عليا وانا بصوا يا جماعه لونه بصوا خطير ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا وايه بقى حطت حبه ملح من فوق كده. انا همسك تاني بالترنج. ماشي تمسك تاني بالترنج. حلو ما شاء الله. ندوق بقى كده واحده. بسم الله. فلافي كده وهش وجميل بجد تحفه. احلى سناك بقى في الشتاء بالليل كده لما نحس بالجوع ناكل فشار او سناك بين الوجبات.
وهو سخن كده ومملح خطير. بيدفي كمان. وعرفت. بحسه كده. وبيدفي، طبعا بيدفي. يلا شيلي الغطا ده. ما سخن. طب شيليه بايد كمان بالكم. يلا كملي كم الترنج يا ماما اهي. سمعت الكلام عشان مكسله تجيب. هتحطيه بقى في البوله الجميله دي. بصوا يا جماعه تحفه ما شاء الله تبارك الرحمن. احلى فشار من ايد تقى، وتسلم ايديكي يا تقى. يلا بالهنا والشفا. يلا قولي حاجه بقى لجمهورك. ان شاء الله جربوه بطريقتي وهيعجبكم. بس كده باي. يلا باي.